متلازمة المبيض متعددة الغدد الصماء. أنا مش فاهمة حاجة، كل شوية أصحى ألاقي اسم الحالة اتغير. لا، الموضوع مش مجرد تغيير اسم. إيه، غيروا اللوجو كمان؟ يا بنتي ركزي معايا. اتفضلي يا ستي. انت عارفة تكيس المبايض؟ أهو المرض اللي كل الناس بيتكلموا عنه دلوقتي. تمام، العلماء اكتشفوا إن الاسم ده مش دقيق قوي. يعني مفيش تكيس؟ في أوقات بيكون فيه وفي أوقات لأ. إزاي يعني؟ في بنات عندهم اضطرابات في البيريود وحبوب ومشاكل تبويض ومقاومة أنسولين. ولما يعملوا سونار يطلع تكيس؟ لا. طب ما دي حبكة مسلسل تركي مش تشخيص. اكتشفوا إن الموضوع أكبر من مجرد شكل المبيض. يعني إيه؟ يعني فيه هرمونات وغدد صماء وتمثيل غذائي ومقاومة أنسولين. استني، إيه كل ده؟ يعني الاسم القديم كان مركز على جزء صغير بس؟ بالظبط. ده زي واحد يتفرج على أول 5 دقايق من الفيلم ويقولك أنا فهمت النهاية. بالظبط، بعد سنين من الأبحاث والنقاشات قرروا يغيروا الاسم ل BMOS عشان الناس تفهم إن المشكلة أكبر من مجرد تكيس. وعشان الأعراض تتشخص بدري حتى لو السونار طلع طبيعي. يعني الكشف أهم من التخمين. لو عندك أعراض اكشفي واطمني، خدي صحتك بجدية، عشان اسم المرض ممكن يتغير، لكن الاهتمام بصحتك عمره ما بيتغير.